هتدي لحد فلوس زي دي كده وبعد كده هتتكلم معاه شوية كلام يضايقوه، لا بلاش احسن. لو هتدي لحد فلوس وبعد كده ترجع تعايره بان انت اديت له فلوس، لا ما تعملش كده. انا اللي بقولك، لو هتبني لابنك عمارة وبعد كده ترجع تعايره تقول له انا اللي بنيت لك وانا اللي عملتك وانا اللي سويتك وانت من غيري ولا تسوى، لا ما تعملش كده. انا اللي بقولك، لو هتجيب لامك هدية او حاجة كويسة وترجع تقول لها انا جبتلك وانا سويتلك، ما تجيبش احسن. انا اللي بقولك، لو هتعملي حاجة لبنتك وانت مقتنعة تماما ان انت مش هتكلميها بعد كده على الحاجة اللي انت عملتيها دي ومش هتقعدي تعايري فيها، لو هتعايري فيها ما تعملهاش احسن. انا برضو اللي بقولك، لو حاسس ان انت هتعمل حاجة لحد وهتيجي في يوم من الايام تذكرها له او تعايره بيها قدام الناس او تتكلم معاه بيها حتى بينك وبينه، اوعى تعمل كده. وانا اللي بقولك برضو اوعى تعمل كده. سيبك بقى من كل اللي انا قلته لك ده، اركنه على جنب وتعالى اقول لك ربنا بيقول ايه. ربنا بيقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى. يعني لو تقول كلمة كويسة احسن ما تطلع فلوس من جيبك وبعد كده يتبعها اذى، يتبعها كلام مش كويس، يتبعها معايرة. لو هنفترض ان في واحد شحات بيسعى على باب الله في الشارع وعدى على 2، اول واحد من اللي عدى عليه راح اداله فلوس، بس وهو بيديله فلوس راح قايل له ايه؟ يا عم بقى روح اشتغل بقى ما تقرفناش، يا عم روح اشتغل بقى وانتوا هتفضلوا تعملوها مهنة كده وتقرفونا، ده انتوا حاجة بقت تقرف. والتاني عدى عليه راح قايل له الله يسهل لك، ربنا يوسع رزقك، ربنا يا رب يحنن عليك، ربنا يا رب يكرمك ويجعله يوم مبارك في حياتك. الشحات ده هيحس شعور كويس مع مين؟ مع الاولاني ولا مع التاني؟ ربنا سبحانه وتعالى هيجازي مين؟ هيدي خير لمين؟ للي قال كلمة طيبة ولا اللي ادى فلوس وبعد كده عاير؟ هو انت تملك ايه؟ معلش، هو انت حيلتك ايه؟ هو انت معاك ايه؟ انت اصلا من غير ربنا ولا تسوى. من غير ان ربنا ادالك الفلوس ديت والله العظيم ما كنت هتعرف تجيبها، ولا في ايدك تجيبها، ولا تعرف تجيبها، ولا عندك الطاقة ولا المقدرة ولا الصحة ان انت تجيبها. قول معروف ومغفرة خير من صدقة. والله الكلام الطيب احسن من 100,000 جنيه فلوس تديها في جيب واحد. الكلام الطيب وعمل الخير احسن من فلوس تكرمشها في جيب واحد. الكلام الطيب احسن بكتير من فلوس تديها لواحد وترجع تعايره بيها وترجع تذله بيها وترجع تحتكر اللي انت عملته له، تقول له انا اللي بنيت لك، انا اللي سويت لك، انا اللي عملتك، انت من غيري ولا تسوى. وربنا يرزقني ويرزقكم الكلام الطيب والسيرة الحسنة.